لحظة يا أخي، أشرس فرقة للكيان في لحظة. إيه في البداية أول شيء تقول فليتوكس أدعي، والآن تقول تشلح السروال. يا أخي إحنا على أساس إن قد تجاوزنا مسألة السروال هذه، ثقافة السروال هذه قبل سنتين تعديتوها، مالك رجعت. لماذا تعود إلى مربع السراويل وما سراويل وكذا؟ إذا دخلنا في سراويل ومن الذي نحس سروال ومن الذي بيشحذ سروال، لا تدخلنا في هذه الأمور. إحنا قد هذه أول ما دخلنا تحمست، اعتبرني تحمست. لا يا أخي، عيب. أنا لا أريدك أن تنزلق، أنا ما أريد يأخذ عليك فليتوكس حاجة يدقدقك. ما يقدر. شوف أخي أسعد، أنك تبيع كل مواقفك العربية ولا كيك المفروض تقف مع الأمة وتجيب فرقة من أشرس الفرق في الجيش الكيان ولا الجيش الأزرق، يعني وتدربها عندك في مناورات، وتشري سلاح وتشري قمرين، وتصل إلى تعاون أمني إلى درجات يعني كبرى من هذا المجال، وتجي تشكس فقط تقول له شعارات الأخ أسعد. هذا لا أقبله. لا عليك، خلي أنا قد رديت على نفسي، لا تدافع عني. اسمعني. لا رديت عليه وكشفت تناقضه للأمانة، كشفت تناقضه الصريح. اسمعني، أنا أسألك الآن سؤال. وأنا ما أحتاج ندافع عليك أنت أخي أسعد، ما نحتاج ندافع عليك. ما تحتاج تدافع عليه. فران وقد بحومة. اسمع، يعني أسألك بالله الآن بعد هذا المباراة التي تمت بين الأزرق والأسود، يعني لا زلتم أنتم في الجزائر مصرين على أن إيران كانت تتبنى القضية الفلسطينية؟ يعني فعلا؟ يعني أخي أسعد، أنا قالك البعرة تدل على البعير. انا مثلا نصدق انه ايران ضد فلسطين مثلا، ولا مواقفها متوافقه مع، ولا نوقف مثلا بين المغرب ولا اسرائيل. يعني على الاقل عندنا الروبا كيفاش يقولوا، عندنا معلم نقيسوا عليه اخي اسعد. طيب لحظه، لا تو انا سامنحك دقيقتين اضافيتين، ويسمح لي الاخت سميه والاخ جباره وعبده نعود إليهم، بس اسمحوا لي بس نحسم هذا الموضوع. على الأقل إذا لم يفهم هذا الأخ الجزائري، يفهمني الأخ الذي يشاهدني الآن في التيك توك أو لحظة يا فليتوكس خلي لما يجي وانا شعطيك العمارية وتفتح لنا جمال عبد الناصر. غلق الكاميرا. نريد أن نحسم مسألة إنه هذا الاسطوانه وهذا الشعارات الذي يقولها فليتوكس، اذا كان من شعارات حقيقيه تردد باسم فلسطين، فهم الايرانيين والجزائريين. انتم ترددون شعارات. شوف، هل يستطيع اليوم عاقل، انا اسالك الان وافتح الميكروفون ترد على السؤال بكلمه بنعم او لا. هذه المباراة سنسميها المباراة بين إيران وإسرائيل أو بين الأسود والأزرق، هل لها علاقة بفلسطين؟ هل يضربون اليوم الكيان الأزرق من أجل فلسطين؟ افتحوا وقول نعم ولا لا. ديزاد نعم أخي أسعد، لأنه نتائجها خلاص قفل. لا شوف، لا تجيب. أنا قلت لك نعم أم لا فقط. قال نعم. أو شوفوا هذا الرجل كيف سأثبت لكم. وإذا أنت مسلم وعربي وحر ينبغي أن تستفيد من هذا الكلام الذي سأقوله لك. أنت الآن قلت كلاما شاذا لا علاقة له بالواقع إطلاقا، ولم يقل الإيرانيون أنفسهم أن هذه المنازلة وهذه المباراة القائمة وهذا الدخان والمباني التي الخراب الذي نراه في تل أبيب له علاقة بفلسطين إطلاقا. لم يقل الإيرانيون ذلك، لم يقل خامنئي ذلك. هم دافعوا عن أنفسهم لأنها جاءتهم النار إلى إيران، لأنه قصف المفاعل النووي ولأنهم قتلوا علماؤهم. فلسطين ليست في الحسبة تماما. كيف أنت تفكر؟ لا علاقة. شوف، وأختصر بهذه في دقيقة حتى لا أطيل على الإخوة المتحدثين، وافهموها يا اخوان الجزائريين، افهموا يعني ولو بعيدا عن المماحكه مع المغاربه. هذه فلسطين ماهيش ماده، والله ما هي ماده انك مثلا تستخدمها ضد المغربي والمغربي يستخدمها ضد الجزائري، ليست ماده. والله فلسطين لو سمحت يا اخي، لو سمحت لا تفتح الميكروفون دقيقه، خليني اتكلم.
أنا أتكلم، غلق الميكروفون، أنت سيعود لك الميكروفون بعد قليل. ابتعدوا عن المعاكات في قضية فلسطين. هنا سندخل في مسألة الشعارات الذي يقول عنها الأخ فليتوكس. شوف يا الجيرين دي زد براود، 2 والأزرق يطحن القطاع. صافي؟ كلنا واضحين. ورأيتم أنتم أبشع أنواع الأهداف الذي سجلها الفريق الأزرق والكيان الأزرق في إخواننا في القطاع، بالمئات، تصفية، ضرب. لماذا ظلت إيران 2 تتفرج على القطاع ولم نرى هذه ردة الفعل التي نراها اليوم في تل أبيب؟ لو كانت فعلا مع إخواننا في غزة، ولو كانت فعلا مع إخواننا في الأقصى، كم مرة دنس الأقصى؟ كم مرة هدم الأقصى؟ كم مرة دخل شارون إلى الأقصى؟ كم مرة يعني تم توسيخ الأقصى؟ ولم تنطلق هذه الأمور ولم يحدث في تل أبيب شيء. 2 والكيان يطحن في القطاع ولم يتحرك هذا الإيراني بشيء، تحرك فقط عندما وصلت النار إليه. والنار في فلسطين صار لها 2، صار لها 50 سنة، نصف قرن، وفلسطين في النار. وهذا يعطيكم صواريخ إعلامية. ضربنا حفرة في بن غوريون، حفرة في النقب، حفرة في. لماذا لم نرى الذي يحدث اليوم في تل أبيب دفاعا عن إخواننا في غزة وصار لهم 2 يطحنوا؟ لماذا لم نرى ما يحدث اليوم في الفريق الأزرق من الإيرانيين حدث على مدى 50 سنة وقد تم ما تم خلال هذه السنين كلها؟ من لم يفهم اليوم أنه قد سقطت ورقة التوت التي كانت تغطي على وجه أو على عورة هذا النظام الإيراني وهو يتاجر بفلسطين، سقطت. حتى الممانعة طلع لا يستطيع أن يحمي رئيسه، لا استطاع أن يحمي الرئيس إبراهيم رئيسي، ولا استطاع أن يحمي إسماعيل هنية، ولا استطاع أن يحمي حسن نصر الله، ولا استطاع أن يحمي 6 أو 7 من قياداته ومن خبراء النووي. تجي تقول لي أنه سيمانع من أجل فلسطين؟ الرجال لا يستطيع أن يحمي رجاله، رئيسه في إيران. يستطيع أن يقتلوا هذا الرئيس اليوم. إذا جاء الضوء الأخضر من أمريكا اليوم، الرئيس الإيراني يقول لك طفس مات، أو هذا خامنئي، يقدر يدقوا في دقيقة. واحد لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يعني يحمي قياداته تنتظر منه أن يقاوم أو يمانع. والله حاجة مخزية ومذلة. شكرا لك. ابقى معي يا تراود، خليني أمشي الدور مع الأخت سمية ثم جبارة ثم نعود من جديد. السلام عليكم أخي أسعد الشرعين. عليكم السلام. إيش هذا الضجيج؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أتتك هدية هو هذاك الضجيج. اللهم زد وبارك. فوالا، أنا بنبدا بعدا بواحد الجملة اللي كنتي قلتي واحد المرة. كنتي قلتي إذا اجتمع الشيعي مع الشيوعي فإنه يصبح شوشعي. صحيح. هذه عبارة كنتي قلتيها واحد المرة. أنا بالنسبة لي كاينة واحد المسألة. كنا في واحد الوقت اللي كان فيها كانت فيها قوة القانون، ونحن الآن في وقت فيها قانون القوة بالنسبة لي. نعم، في وقت كان يعني القوة كانت قوة القانون، والآن عندنا حنايا قانون القوة. هذا القانون القوة اللي كاين دابا كنشوفوه نيت من الدول اللي كدير اعتداءات، من الكيان الازرق اللي كيدير اعتداءات على الضفة وعلى غزة، وما كاين قانون القوة لأن عنده حلفاء قويين بزاف. ندخل الموضوع ديال هذه المسألة، السؤال اللي سألتي ديال على إيران وخل لا أنا سؤالي المركزي في هذا اللايف: هل الجزائر دولة قائمة بذاتها؟ يعني مثل المغرب أنتم تقولوا عن أنفسكم أنكم دولة عريقة 14 قرن، لا يهمكم ذلك الحليف إذا ذهب أو هذا الحليف إذا أتى، لأنكم دولة ومملكة وعراقة قائمة بذاتها. هل هذا الكيان أو هذا النظام أو هذا الدولة التي نراها في الجزائر نفس الشيء ضاربة جذورها في أعماق البلد، أم أنها قائمة على بشار ولا قائمة على الإيراني؟ فإذا سقط هذا ممكن أن يسقط هذا النظام الجزائري. وهذا الذي أنا أدندن حوله في هذا